ازيك؟ عاملة ايه؟ جاية النهاردة اتكلم معاكي كده كلمتين من قلبي لقلبك. اوعي تزعلي لما تمري في حياتك بتجارب صعبة وتكون مرهقة ليكي نفسيا او جسديا. عيشي حالة الحزن، عيشيها فترة، ده من حقك طبعا، ولكن بعدها قومي وقفي على رجليكي من تاني وافرحي. عارفة تفرحي ليه؟ لأن التجارب دي هي اللي سبحان الله ربنا خلقها لينا عشان تخلينا يحصل لنا نضج في الأفكار. زي ما الذهب بيقعد كتير في النار عشان ينصهر وينفع انه يتشكل باجمل الاشكال، سواء تشكل بقى بشكل خاتم او سلسله او حتى سبيكه. لازم انت كمان تمري في تجارب صعبه تشكلك. ومحدش بيفهم الدنيا والحياه بدون مواقف، بدون مواقف وابتلاءات تطلع افضل ما فيه. يعني لازم يتعلم عليكي من الدنيا عشان تتعلمي. اوقات كتير انت نفسك ما بتعرفيش قدراتك غير لما تتحطي في موقف يضغطك وتعرفي تخرجي منه وتقولي لنفسك هو انا كنت قويه قوي كده؟ ده انا ما كنتش اعرف. اوعي تحزني وتضيع عمرك وشبابك على شيء ما يستاهلش. فانت طالما انك خرجتي وما خسرتيش نفسك من اي شيء وما خسرتيش مبادئك، يبقى ما تزعليش، لان اوقات كتير ما بتعرفيش المبادئ الثابته عندك غير لما تتحطي في مواقف اختبار مبادئ. فبلاش كتر الشكوى من اي موقف او ابتلاء او شخص اساء ليكي في اي موقف. كتر الشكوى بيضعف وبيخلص طاقة الإنسان. فلو حابة تتكلمي ممكن تتكلمي مع حد ثقة عشان تاخدي رأيها، لكن الشكوى على الفاضي لأي حد ومع أي حد وبدون أسباب لمجرد الكلام وبس، أو لأنك انت من جواكي عندك إحساس بشعور الاستعطاف من الناس اللي حواليكي، ده شيء ممكن يدخلك في ضغط نفسي شديد ثم اضطراب نفسي. فاعتمدي في الأول وفي الآخر على الله ثم على نفسك، وافهمي رسائل الابتلاء بتاعت ربنا عايزة توصل لك إيه من الرسائل.